السلام عليكم تي سبورت كاع. اليوم غنديروا التشكيله المشتركه او الكومباين 11 ديال المغرب ونيجيريا بالنسبه ليا. في حراسة المرمى بطبيعة الحال بونو، ندوزو للدفاع ولا شارنيير سونترال خديت اجايي وباسيي، في الاظهره اختاريت حكيمي وعلى اليسار مزراوي، ندوزو لوسط الميدان فين اختاريت العناوي وايوبي، قدامهم في وسط ميدان هجومي احسن لاعب في البطوله لحد الان لوكمان، وفي الهجوم اختاريت هداف البطوله لحد الان ابراهيم دياز، رجل مقابله الكاميرون بالنسبه ليا هو الزلزولي، واخيرا اوزيمان كراس حربه. بصراحه الاختيار ديالي اجاي في بلاصه اكرد راجع الاخطاء الدفاعيه اللي دارها اكرد في هاد لاكان، وهادشي ما كيعنيش انني كنظن ان اكرد لاعب ضعيف، وانما ماشي في الفورما ديالو. الاختيار الثاني اللي ممكن يخلق جدل هو الزلزولي في بلاصه اكو غادامز، وبالنسبه لي الزلزولي واحد من اهم لي بياس في هاد المنتخب وملي ترسم في هاد لاكان، وهو خالق مشاكل كبيره في الجهه ديالو وحل اللعب بالنسبه لابراهيم دياز وللكعبي. كان هذا هو الكومباين 11 ديالي ديال المغرب ونيجيريا. عطوني الاراء ديالكم في شكون بغيتو تبدلوا بمن. الا عجبك الكونسيبت خلي لايك وفولو كيف ديما، وما تنساوش الكره في التيران والحساب عندي.